السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. النهارده إن شاء الله هنعمل الكرنبيت بطريقة مختلفة غير اللي انتي متعودة على طول تعمليها. خلاص خليكي بس معايا لآخر الفيديو. لو انتي أول مرة تتفرجي عليا أنا داليا عبد العزيز ودي قناتي. لو لسه ما اشتركتيش يا ريت تشتركي وتفعلي الجرس. تمام، يلا بينا نبتدي. أول حاجة هنبتدي بيها هنا هو تعصيج اللحمة المفرومة. احنا هنعمل الكرنبيت باللحمة المفرومة. تمام، هحط 3 معالق أو 3 معالق زيت يعتبروا، او عايزه تعملي بالسمنه عادي براحتك اللي انت اللي انت عايزه تعملي فيه. انا هنا فرمت بصلتين كبار، يعني وسط، يعني مش كبار قوي، لان ده ربع كيلو لحمه مفرومه اللي انا هحطه. تمام، ومعاهم 5 فصوص توم ضربتهم وحطيتهم على النار وقلبتهم تقلبتين وسقطت اللحمه المفرومه. ده ربع كيلو لحمه مفرومه. خلاص، وهبدا اقلبهم والفهم على النار لحد ما يبدا لون اللحمه زي ما انت شفتي كده يتغير للون اللي انت شايفاه دوت. خلاص، هتلاقي فيه احتاج شويه لان اللحمه دي انا فرموها في البيت، مش جايباها لحمه مفرومه يعني قطع، وانا فرمتها في البيت، ما كانش عندي ساعتها لحمه مفرومه. خلاص، هفضل انا بسرع الفيديو عشان بس ما اطولش عليكم. هفضل اقلب لحد ما اتاكد ان كل حته في اللحمه لونها اتغير وبدات دخلت على السوا. البهارات هنا بحط ملح، فلفل اسود، كمون، شطه، بابريكا، جنزبيل، بس كل البهارات اللي عندك انتي حطيها، اللي انتي بتحبيها يعني ممكن تحطيها دي براحتك. المعلقه ديت طبعا هو المفروض كرفس، طبعا ما لقيتش كرفس والله فلقينا حطينا شبت. الاتنين عادي، الاتنين بيدوا طعم حلو جدا، ما فيهوش ادنى مشكله، ما عملش ادنى مشكله يعني عندك كرفس حطي، عندك شبت حطي عادي الاتنين، وتفضلي تقلبي تقلبي لحد ما تضمني ان البهارات والكرفس اندمجوا في اللحمه. انا عندي هنا نص كيلو، من نص كيلو، ممكن نص كيلو وشويه، حاجات بسيطه. ضربت طماطم وضربتهم. لو عندك طماطم جاهزه حطيها برضو حلوه، بتدي لون احمر اكتر من الطماطم العاديه بتاعتنا دي، يعني هتلاقي الصلصه محمره شويه. على فكره الطبق اللي انا حطيته دوت انا حطيت عليه تاني بعديه حبه كوبايه تاني، وغطيتها وسبتها لحد ما الطماطم اتسبكت واللحمه استوت وشربت من الطماطم. ده كيلو كرنبيت مسلوق، انا سلقته. تمام، بلاش تسلقيه قوي، ما تهرهوش عشان هو لسه كده هيخش الفرن برضو. بصوا يا جماعه، هنا انا غلط، انا حطيت الكرنبيت كله وبعد كده قلبت عليه البتاع ده. لا، يفضل انك تحطي نص الكرنبيت علشان يبدا الكرنبيت كله يشرب من الخلطه اللي انت عملتيها. خلاص، أنا المفروض تحطي نص الكرنبيت وتحطي نص المقدار بتاع الخلطه اللي انت عاملاها. ده ربع كيلو قلنا لحمه مفرومه، بصلتين معصجين، 5 فصوص توم كبار، ايه تاني ما صلى عليك، والبهارات اللي انت عايزاها، والكرفس او الشبت اللي موجود اللي متاح عندك يعني. خلاص، هتلاقيني بصي بقى كده عشان انا ما قسمتش النصين، تلاقيني عماله ازق عشان عايزه اللحمه والخلطه اللي انا عاملاها تخش جوه الكرنبيت. انت بقى احسن لك حطي النص وبعد كده حطي نص المقدار دوت، وبعد كده حطي نص الكرنبيت التاني وتحطي عليه نص المقدار كله كده. خلاص، وانا هنا بشكلها دي طماطمايه قطعتها شرايح، وقرن فلفل برضو شرايح وحطيتها على الوش. يعني ده تشكيل التزيين ده براحتك انت، او حاجه تخصك مش عايزه تحطيهم ما تحطهمش عادي ودخلي الفرن. ها، انا بهزها شويه بحيث انها تنزل كلها تحت. خلاص، الخلطه بتاعتها ودخلتها الفرن وطلعت، خدت معايا نص ساعه و5 دقايق، معلش، او ساعه الا ربع عشان انا في فرن كهرباء، بس لو فرن البوتاجاز مش هتاخد اكتر من تلت ساعه، كتير قوي ماكسيمم يعني. ده اكتر حاجه يعني تاخد فيهم نص تلت ساعه. خلاص، وهبدا بصي هغرف هوريكي. بامانه انا اول مره اعملها، عايزه اقول لك، بس صراحه طعمها رهيب جدا جدا جدا، رائع جدا. مش ما فيهاش كميه زيت او دهون كتير زي ما احنا متعودين في الكرنبيت ان احنا بنعمله بنقليه في الزيت، وبس طريقه مختلفه، ومش شرط بقى كل مره ناكله الكرنبيت، يعني تغيير برضو. كده خلاص خلص معانا الفيديو، سهل جدا وسريع جدا، اكله سريعه جدا جدا، وغيرنا قلنا الكرنبيت يتعمل باي طريقه تانية. انا عارفه ممكن ناس كتير تبقى عارفه الطريقه، بس انا صراحه اول مره اعملها واجربها، وفعلا طلعت طعمها رائع جدا. ده كيلو الكرنبيت، يعني انت بتعملي الكرنبيت على قد المقدار اللي انت عندك. احنا الكيلو كان ياما جدا وبقى منه.
خلاص، وكده خلص معانا الفيديو. ما تنسيش تعملي لايك للفيديو، سبسكرايب للقناة او فولو للبيج لو انت متابعاني على الفيسبوك. خلاص، اسيبكم بقى في رعاية الله.